بسم الله الرحمن الرحيم. المعنعن معنعن كعن سعيد عن كلام معنعن وقد بمعنى يعطي اسمك مؤنن أو بأن اسمك. المعنعن هو الحديث الذي يقال في سند فلان عن فلان، يعني بعني تي كراني دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، يعني نابج حدثني، نابج أخبرني، نابج سمعت. عن فهو من صفات الإسلام، يعني demek an'ane şu vasfı senede şun senede teslim az على قيد متني تنه. وقولهم حديث معنعن أي المعنعن سند جانب بيج حديث معنعن حديث ما تيجي نظوي ده تبي غاوان يعني سند دايم معنعن حديث معنعن يعني سند دايم معنعن شو عنعنه حديث أنا ممكن بتيجي شيء نابه. حكم المعنعن حكمه اختلف العلماء في حكم المعنعن، أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟ وتنكر يش قبيلة متصلة يش قبيلة منقطعية. فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل وكم متصلة، أما بشرطين من الشرطة. تمام. أحدهما يجي السلامة عن عنه من التدليس، قال إيكوي عن عنيك كريه، قال صغلان باش تدليس ده تنبى تدليس صابت نبوبة. ما دو تدليس يعني يكون رابع أن يرجع من عاصره ولم يلقيه ولم يسمعه أو سامعه ولكن لم يسمع هذا الحديث موهما أنه سمع منه، كذلك تثبيته بيفتر انقطاع ضياء ارتضياء بمدلس بو مدلس عن عناوة حكمه انقطاع ضياء قبل تبين السماع. تبين السماع يجي عين حديثي بروايتك بسندك دني وتبقى سمعت جوي شخص. والثاني ثبوت ملاقاة لمن روى عنهم بالعنعنة على مذهب البخاري والشيخ علي بن المديني وغيرهما. ايد دويا جرك لقاء او بوبا لقاء بيت تثبيت كرن لمن روى عنه بالعنعنة ايكو مثلا في عن انجي روايات كيف عن عني جرك بيرا حفظ تبن وراء مذهب البخاري وشيخي علي بن المديني وغيرهما ويمكن نجبوتنا. فهمت بقى؟ انت قلتيه البخاري شرطي ويد اوي ده الصحيحة بخاري ده شرطية جيري جو ياسكي قلتيه نا شكي نقل كده جيري سخاوي نقل كده نعم. سخاوي قال جاء واقتضى وشهر صار قال السخاوي. تمام. او دبيجه ناس سخاوي دبيجه ومن صرح بتثبت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعله شرطا في اصل صحتي وان اصل صحتي نكو شرط البخاري كتاب تيد كتاب خدا صحيح خدا ان شرطي ايريج دانينه ده شرطي وريه شرطي مطلق صحتي، يعني قلت لك عن من اللقاء ثابت نبه قلت انا قلت انا ده صحيح. تمام يعني منقطع الإمام الشافعي يقصد على سوري ذكر السيف إيه تنكر نعم، ثبوت السنة. أري أو ثبوت كونهما من عصر واحد مع إمكان اللقاء فاطمري مثلا. أو ثبوت كونهما في عصر واحد، يعني مثلا يا جرى أو هبة جرى اللقاء جرى بخاري علي بن مهدي جرى اللقاء كسي صابت به ياجي عصر كتابن يعني معاصري هذا صابت له أم إمكان اللقاء جاب شرقي الغربي او نبوبه نجيابك تشي وري تبي بشاغي مثلا وري نكار مهم ضعف. وان لم يثبت في خبر خطأ انهم اجتمعوا او تشافعا عند الامام مسلم ولو صابتنا حديث اكيد قصه اكيد حكايه كده كفانا توبونه يا يعني تاريخا يا مثلا بحضر خبر دانه نوري اما عسكر معاصر بن وامكان اللقاء افشرتي وشاغي عن حكم تصيده جمع الامام مسلم. وعلى هذا ورافيا فالمعنعن الذي جاء في الصحيحين معنعنة في الصحيحين ضابع له حكم الاتصال، حكم اتصال جراحية شما لأنه جاء على شرط ما شو وارش في شرط دانش قرا شرط وانا باش بنا قلتنا يكون قلت من صحيح أخو لمكي قرا شرط وانا. ومن هنا صرح بالحديث أو السماع في كثير من طرقه التي جاءت في المستخرجات عليهما جبو بقاسي جبو معن عليه صحيحين أول حكم اتصال دانا شو حكم اتصال هي خاطر تصحيح كذا ياب حدثني ياب سماعي دقالك طرقه ويه كتب مستخرجات السر البخاري ومسلم هنا مستخرج ما تقول مثلا هاتيه مستخرج السر البخاري به بخاري قلتيه
وحديثي وي روايات كديه نفس سندا خوي كتابي نعم. شيخي دا قشتي شيخي دا يا استخراج تام استخراج ناقص. يعني حتى صحابي كل بيجي جاكي تسوي استخراج ما كل صحابي نكيش خلاص استخراج ذاتي نعم. بس انا ده كايدي. تمام. او شو اما انا نجي خوينا المؤنن لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المؤنن وحكمه بحثنا كده. أما تعريفه فهو ما قيل في السند حدثنا فلان أن فلان. إما عن إبعن إبا المؤنن جيب أنه إذا أن فلان هو. وأما حكمه فذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلفظ عن فلان ولفظ أن. الجمهور قلت فرقناك وكذا رواية بلفظ عن إبا بلفظ أن بش ولا عبرة الحروف اعتبار الحرفات هنا إنما هو اللي قال قرى بخاري أو المعاصرة مع إمكان القال قرى مسلم والسلامة من التسجيل قرى هرجل. قال حافظ العراقي بوتيه قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه إيكو جشتبه من أدرك يعني من رواه ما بالضبط على مليه جشتبه إيكو جا رواية كده بالشرط الذي تقدم بالشرط يقول يعني جشتبه يا عصرا لقراء بخاري يجي لقاء لقراء مسلم يحكم له بالوصي كيف ما روى شيء تقول تحكم بالوصي شوكو رواية نوري بقال خوازي قال بأتي ما يقولنا بيجا قال لي أبيا سماع جانا قرش مش تبقى جرا قرش مش نبه وقت بيجي قال وقع عنيه بيكو كو يعني بلكي أكيد دي شراكو نوري نكون مثلا قال فلان قال لآخر وهو قال لي أما بيجي قال لي وقت بيجي سمعته يعني قال جيج ألفاظ محتملة قالت هني نب قال لي أو عن يا مثلا بعني أو بأن يجب أن فسوى وكذا من بين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.